Bismillah. Sebelum kita mula nak panggil Habib Abdul Rahman datang ke depan. Tak akan mula hingga Habib datang ke sini untuk nak tertib Al-Fatihah. Tafadhal Habib. Tak apa, Habib duduk di belakang, kami duduk di depan, yang tengah-tengah diam je hingga masuk waktu Isya. Bismillah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Habib Abdul Rahman Al-Attas, yang dihormati juga Al-Fadil Habib Dr. Mustafa Al-Haddar, yang dihormati Habib Muhammad bin Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dihormati Syekh Abdullah Al-Jahaf, yang dihormati juga Syekh Syed Arshid bin Syed Muhammad Yasin, Tuan Guru Ustaz Atta Syamsul Arifin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan setinggi kesyukuran kita dapat panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam satu majlis, iaitu majlis program Mahabbah dan majlis berselawat sempena kita menyambut Ramadan Al-Mubarak yang tidak akan pada minggu hadapan insya-Allah. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan memperdengarkan kasidah yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Syekh Syed Rashid bin Syed Muhammad Yasin dan kumpulan Fahiyah Asyam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة قراءة المولى يطلب الرضا من الله ورسوله ويسفي صدورنا ونوي قلوبنا بأنواع معرفتك ويفتح علينا فتوح عرفك ويفقنا التأويل سواء السبيل والناصر والناصر في خير العافية على هازنية ومانية صالية وإلى عضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمال محمد اللهم صل عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب لا تقطع رجانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنوره، يا رب حفظانك وأمانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسكننا جنانك، يا رب اجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واكفي كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربنا ختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي أنا وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المظلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اشفع لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول
رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله نبي يا رسول يا نبي لك الشفاعة وهذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم آله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب سبحان الله يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله. كريم
بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعارب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا آله رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتان يجيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتان يجيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم عطفتان يجيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام
عشاني والدرج طفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطور هم أمان الأرض فالذاكرين شبكوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتاي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحان الله إلا الله سبحان الله والحمد لله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا باسم وبالهدي وكل مجاهد لله
بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. بالله إلهي سلم من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. لا فكم من رحمة حصلت وكم من نعمة وصلت وكم من ذلة فصلت بأهل البدر يا الله. بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك. صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني فاذروا اليمن غرا واستضيئوا
الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا يا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. يا الله مرحبا مرحبا. أنا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواره خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان والقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان الله شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيب رادي تحت بابك نادي لم يزل في الدادي قائلا يا حنان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان الله شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران وصلاة دائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, majlis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Syekh Syed Arsyid bin Syed Yasin dan kumpulan Fahri Asyam di atas pimpinan majlis maulid itu tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis seterusnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadhil Habib Dr. Mustafa bin Abdul Wahab Al-Hadar yang akan diterjemahkan oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta Syamsul Arifin bin Haji Abdul Rahim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك في هذا السورة والمبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم من هذه المجالس المباركة بمدد وافر ونصيب غامر. الحاضرون والحاضرات لا سيما مشايخنا وأحبابنا حبيبنا الحبيب الفاضل الحبيب عبد الرحمن العطاس وأستاذنا الشيخ عبد الله جحاف حفظه الله والسيد الحبيب محمد ابن حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيد أرشيد وأستاذنا الأستاذ محمد حتى شمس العارفين. نسأل الله أن يطيل في أعمارهم آمين وأن يجعلهم إن شاء الله في صحة وفي عافية وفي سلامة. الحاضرون جميعا إن شاء الله نسأل الله لهم ذلك. الحاضرون وأهل هذا السورة والمبارك من رئيسه وإمامه ومؤذنه وكل من له خدمة وكل من ساعد وساهم في إقامة هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. الحاضرون والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Guru kita yang mulia Fadilatul Doktor Al-Ustaz Al-Sayyid Al-Habib Mustafa Al-Haddar hafizahullah memulakan tausiah beliau pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan salam kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghimpunkan kita pada malam yang berkah, di tempat yang berkah, dalam majlis yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kita, memberikan berkali-kali kepada kita untuk selalu dapat hadir dalam majlis-majlis penuh berkah seumpama ini. Yang kami muliakan para ulama, para habaib, khususnya yang mulia Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman bin Ja'far Al-Attas. Begitu pula guru kita Fadilatul Syekh Abdullah Jahaf dan guru kita Fadilatul Doktor Al-Ustaz Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Syekh Waka bin Salim. Para hadirin hadirat, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesihatan dan afiat yang sempurna. Tidak kami lupakan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau yang bertuah ini, daripada pengurusinya sehinggalah kepada imamnya dan hadirin hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan terbaik untuk beliau-beliau kerana telah mengadakan majlis penuh keberkatan ini. Begitu pula kita doakan untuk setiap yang hadir, terutama kepada mereka yang memiliki saham di dalam menjayakan majlis penuh berkat ini dan mereka yang berkhidmat. Amin. كما لا ننسى أخونا السيد أرشيد حفظه الله وفرقته المباركة الذي يتحفون وأمتعون بسماع هذا المولد الشريف وهذه القصائد المباركة. Tidak kami lupakan kepada Fadilatul Sayyid Syed Arsyid berserta dengan firqah beliau, kelompok grup beliau yang telah mendendangkan begitu indahnya kependengaran-pendengaran kita, kasidah-kasidah dan pujian-pujian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد اجتمعنا واجتمعتم في ذكرى استقبال هذا الشهر الكريم تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي جمع أصحابه
في آخر ليلة من شعبان جمعهم وذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الشهر وبهذه الذكرى العظيمة المباركة. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Kita berhimpun dan anda semua berhimpun pada malam ini untuk meraihkan dan memperingati istiqbal Ramadan, menyambut tetamu agung bulan Ramadan al-Mubarak. Perhimpunan kita untuk mengingati dan menyambut ambang Ramadan ini tak lain dan tak bukan adalah kita mengikuti, mencontohi dan menjadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah kita. Kerana diriwayatkan baginda Nabi SAW sendiri di akhir malam bulan Sya'ban, sejurus sebelum datangnya Ramadan, beliau menghimpunkan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya baginda memberikan peringatan, mengingatkan kepada umat Islam tentang tetamu agung Ramadan dan apa yang perlu untuk dilakukan pada bulan Ramadan, serta keagungan-keagungan Ramadan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو يذكرهم ويقول فيما روى سيدنا سلمان الفارسي عن وأخرجه الإمام الطبراني قال أيها الناس، وهو يخاطب من هم أمامه من الصحابة ويخاطب أمته بعمومها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد أظلكم شهر عظيم مبارك، يقول صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعظمة ووصفه بالبركة صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Ketika mana baginda telah menghimpunkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bermulalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan atau tausiah kepada para sahabat sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis yang seumpama dengan majlis kita, majlis menyambut ambang Ramadan, kata baginda Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Di situ baginda mengajak berbicara kepada para sahabatnya secara khusus dan kepada seluruh umat Islam sampai akhir zaman secara umumnya. Apa kata baginda Nabi? Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian umat manusia, telah menaungi, telah berada di ambang kamu sebuah bulan yang azim, yang agung, lagi penuh keberkatan. Bulan Ramadan ini disifatkan oleh baginda Nabi dengan azamah, dengan keagungan. Dan beliau juga mensifatkan Ramadan ini dengan penuh dengan keberkahan. وقد عدد فيه كثير مما جعله الله في هذا الشهر في حديث طويل. من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم قال من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Selanjutnya baginda meneruskan tausiah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mula menghuraikan satu persatu daripada keistimewaan Ramadan, kesemuanya terhimpun dalam sebuah hadis yang panjang. Antara isi yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda bersabda, kata baginda Nabi, bulan Ramadan ini barang siapa yang melakukan apa saja amalan kebaikan, yang ini amalan-amalan sunnah, Allah akan memberikan ganjaran kepada dia seperti dia melakukan amalan-amalan fardu. Dan siapa saja daripada kalangan umat Islam apabila melaksanakan perintah-perintah yang fardu di dalam bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran seperti dia telah melakukan 70 amalan fardu di luar bulan Ramadan al-Mubarak. إذن هذه مضاعفة الأعمال، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى في شهر رمضان الناس يتسابقون للحصول على هذه الدنيا، حتى بعضهم يقول الآن رمضان هذا لابد، يعني يمكن في شهر رمضان أن أدخل من المال ما لا أستطيع أن أدخله في غيره من الأشهر. بعض الناس يفكر هكذا اليوم، فيشتغل في رمضان يقول لك هذا موسم ماذا؟ موسم تجارة، يقول لك أستطيع أدخل فيه 3 أو 4 أضعاف ما لا أستطيع أن أدخله في غيره من الأشهر. وهذا ثقافة اليوم ومفهوم أصبح عند كثير من المسلمين والعياذ بالله تعالى. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Daripada hadis tadi bahawasanya baginda menjelaskan kepada kita segala amalan kebaikan, ibadah apapun yang dilakukan dalam bulan Ramadan
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebih-lebih ganda daripada bulan selain daripada Ramadan. Demi Allah, ini adalah benar-benar perniagaan yang amat menguntungkan, perniagaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, inilah dia perniagaan yang hakiki. Bukan seperti setengah di antara umat Islam yang lain. Mereka hadirin hadirat bila datang Ramadan, mereka seronok. Bukan kerana mereka seronok dapat berniaga dengan Allah, imbuhan yang luar biasa. Tapi mereka tahu, di dalam bulan Ramadan ini kalau berniaga apa saja pasti jadi. Dikatakan di bazar Ramadan itu, batu bata kita celup dalam tepung goreng pun laku tuan-tuan. Mereka akan berniaga sebanyak-banyak mungkin. Bagaimana tidak? Boleh mendapatkan keuntungan 3 kali ganda, 4 kali ganda. Ada orang berniaga 1 bulan Ramadan cukup, setahun boleh cuti. Ini perniagaan, ini kefahaman telah menjalar di kalangan umat Islam. Di kalangan sebagian umat-umat Islam. Padahal mereka terlupa perniagaan yang sebenar-benarnya adalah berniaga dengan Allah. Dengan memperbanyak takwa kita. Kerana dilipat gandakan keuntungan-keuntungan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. هذا حال صنف من أصناف المسلمين. صنف آخر يشتغل في رمضان بما يلهي الناس في وسائل الإعلام من مسلسلات ومن أفلام ومن برامج. يقول لك هذه برامج رمضانية، يعني في غير رمضان غير موجودة. هذا شهر رمضان، شهر الطاعة وشهر العبادة وشهر التقرب من الله، لا بد نفعل لهم هذه البرامج وهذه المسلسلات وهذه الأفلام. لماذا؟ باختصار شديد حتى تلهيك عن الواجب الحقيقي وحتى تلهيك عن ما شرع الله لك وما طلب الله منك أن تقوم به في مثل هذا الشهر. Ini keadaan sebahagian sekelompok daripada umat Islam. Ada lagi sekelompok di kalangan umat manusia ini, bila datang Ramadan, bermulalah mereka mencipta atau mereka sesuatu perkara-perkara yang boleh melalaikan umat Islam daripada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mereka di wasailul i'lam, di media sosial, di TV, di YouTube dan lain-lain, mereka membuat akan beberapa drama-drama bersiri. Mereka mengadakan program-program, katanya ini program khusus untuk Ramadan dan lain-lain, hadirin hadirat. Yang mana hal ini semuanya menyebabkan umat Islam terlalai daripada kewajipan yang hakiki yang sebenarnya mereka lakukan. Bulan Ramadan ini bukan untuk kita bersimpul di hadapan TV, bukan. Bukan saatnya untuk kita bersimpul di hadapan handphone yang memang dah setahun kita tenggelam dalam handphone. Tapi Ramadan adalah saat yang wajib kita kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan sekelompok daripada umat manusia. وأنت مسلم ميزك الله بالعقل، ماذا تفعل إذا جاء هذا الشهر؟ باقي أيام، كيف تستعد لاستقبال مثل هذا الشهر العظيم المبارك؟ سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كيف كانوا يستقبلون رمضان، أي الصحابة الكرام؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود، قال كان لا يهل هلال رمضان وفي قلب أحدهم حقد على مسلم. لا يهل هلال رمضان إلا وقد صف الكل قلبه مما يصيب هذا القلب من حسد أو من حقد أو من بغضاء على إخوانه المسلمين. Sedangkan kita semua adalah orang yang beragama Islam. Bahkan kita Allah berikan karunia punya akal, punya otak, boleh berfikir. Gunakan akal kita. Bagaimanakah dengan akal kita, kita mengambil manfaat yang terbaik. Cara yang terbagus untuk kita menyambut dan memuliakan tetamu agung Ramadan ini. Di dalam hadis, para tabi'in bertemu dengan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Maka murid-muridnya bertanya, wahai Tuan Imam Abdullah ibn Mas'ud, bagaimanakah dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, mereka meraihkan dan mereka mengambil kemanfaatan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Macam mana cara mereka menyambut tetamu agung Ramadan? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila didatangi tetamu agung Ramadan, tidaklah datang bulan Ramadan melainkan mereka semuanya telah membersihkan jiwa-jiwanya, membersihkan hati-hatinya daripada sifat dendam, daripada sifat dengki, sifat hasud dan lain-lain. Inilah dia cara para sahabat-sahabat, kurun yang termulia dalam sepanjang zaman,
menyambut tetamu agung Ramadan dengan mensucikan jiwa-jiwa mereka daripada penyakit-penyakit yang selalu menimpa hati-hati umat manusia. وأنت إذا سمعت أن هذا حال الصحابة رضي الله عنهم في استعدادهم لاستقبال رمضان، كيف يكون حالك؟ إذا كان بينك وبين صاحبك، صديقك، جارك، من قرابتك، ابن عمك، بينك وبين أحد من المسلمين شيء من هذه الشحناء، شيء من هذا، بقيت أيام حتى لا يدخل إن شاء الله هذا الشهر وقد تصافت القلوب. اعمل بهذا الأمر حتى تستقبل وتستقبلك أول ليلة من ليالي رمضان وهي ليلة النظرة. يقول الحبيب محمد الهدار يذكر في كلامه عن سيدنا عبد القادر الجيلاني، قال أنه ذكر في كتابه الغنية أن من قرأ أول ليلة في رمضان بسورة الفتح في صلاة التطوع، صلى صلاة التطوع وقرأ فيها سورة الفتح، قال أن الله يحفظه في بقية عامه وفي سائر عامه. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kita telah dengar itu cara para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyambut tetamu agung Ramadan. Lantas kita lihat dalam diri kita, apakah kita telah mengikuti cara para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam menyambut Ramadan? Kerana itu kata yang mulia Habib kita, kalau kita sesama saudara mara kita, sesama jiran tetangga kita, sesama kawan-kawan kita, kalau ada penyakit-penyakit hati ini, bersihkan penyakit-penyakit hati ini. Kalau ada syahna, permusuhan di antara kita dengan mana-mana umat Islam, perbaiki permusuhan ini. Jalinkan kembali persaudaraan, persahabatan, kejiranan sesama kamu, supaya mudah-mudahan sebelum datang Ramadan telah bersih semua jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, sehingga pada malam Ramadan ini berapa hari lagi tinggal? 3-4 hari lagi ada waktu untuk kita bersihkan hal-hal ini, sucikan hati-hati kita ini, sehingga nanti datangnya malam 1 Ramadan, roh-roh kita, hati-hati kita telah bersih dan kita menemui malam pertama Ramadan yang dipanggil malam Lailatul Nazrah. Allah memandang kepada hamba-Nya dengan pandangan rahmat dan tidak akan pernah diazab untuk selama-lamanya. Sayyidi Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah telah mengeluarkan dan menukil kalam daripada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa di malam pertama Ramadan, malam ketika Allah memandang kepada hamba-Nya dengan pandangan kasih sayang, lalu dia membaca surah Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Tak panjang mana tuan-tuan, boleh buka Al-Quran nanti, juz 26 ke juz berapa itu, boleh tengok surah Al-Fatih, Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Membacanya ketika melakukan sembahyang sunat biasa, mungkin sebelum tarawih boleh, setelah tarawih pun boleh. Buat 2 rakaat boleh, buat 4 rakaat pun boleh. Dibagi-bagikan, rakaat pertama ayat 1 sampai 10, rakaat kedua ayat 11 sampai 20, sehingga habis daripada surah Al-Fatih. Maka barang siapa yang membaca surah Inna Fatahna pada malam pertama dalam sembahyang sunat yang biasa, Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya sepanjang tahun daripada keburukan dunia maupun keburukan akhirat. ونستقبل هذا الشهر بالتوبة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبكثرة الاستغفار لعل الله سبحانه وتعالى ولعلها تصادف ساعة إجابة. سيدنا الحسن البصري يقول أكثروا من الاستغفار، قال في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم، قال فلعلها فلا تدرون متى تصادف ساعة إجابة. ما تدري متى يفتح الله الباب ومتى تفتح أبواب السماء فيستجيب الله سبحانه وتعالى ويغفر الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا. المقصود العمل، أننا نخرج إن شاء الله بفائدة، نخرج بفائدة من سماع هذا الكلام. ستسمعون أيضا الكلام من المشايخ من الحبايب. المقصود أننا نخرج بفائدة، نحمل ما نسمعه بهمة عظيمة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نسمعه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع إن شاء الله من مجامع الخير من مجامع القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir kata yang mulia Habib kita Habib Mustafa Al-Haddar, cara untuk kita meraihkan tetamu agung Ramadan ini, menyambut Ramadan ini adalah dengan kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita terhadap Allah. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Antara caranya adalah dengan memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau selalu memberikan nasihat, perbanyaklah daripada memohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar di mana pun engkau berada. Sama ada engkau di rumah-rumah kamu, ketika ada jamuan-jamuan hidangan, kamu dijemput ke kenduri-kenduri, perbanyak baca istighfar. Di jalan-jalan raya, ketika memandu atau ketika sedang apa, banyak-banyak baca istighfar. Kenapa disuruh banyak-banyak baca istighfar? Kerana hadirin-hadirat, kita tak pernah tahu bila pintu langit terbuka. Allah rahasiakan bila pintu langit dibuka untuk diijabahnya doa-doa kita. Seperti mana Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar, kita tak pernah tahu. Kerana tak pernah tahu bila waktunya, maka banyak-banyak buat. Siapa tahu dalam banyak-banyak istighfar, dalam banyak-banyak doa yang kau tadahkan ke langit kepada Allah, siapa tahu bertepatan dengan saat diijabahnya doa kamu. Bertepatan, siapa tahu ketika kita sedang di jalan raya, sedang memandu, nak balik kerja, kita sedang baca istighfar, ternyata itu waktu pintu langit terbuka, kita mohon ampun, Allah terima doa-doa kita, Allah ampun semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah semua terima taubat kita, terima istighfar kita, amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kita berhimpun dalam majlis ini, dalam musalla yang penuh keberkatan ini, tidak lain dan tidak bukan agar semua di antara kita pulang membawa faedah-faedah yang dapat untuk kita amalkan. Kita amalkan apa yang kita dengar dan kita pulang membawa himmah, semangat yang kuat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Bulan Ramadan ini berlalu, Allah telah bebaskan tengkuk-tengkuk kita daripada api neraka Allah SWT. Bukan hanya dosa kecil Allah padam, tapi kita merintih kepada Allah di malam-malam Ramadan. Dosa-dosa besar juga Allah padamkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah jadikan majlis kita majlis penuh keberkatan, majlis kita majlis yang qabul. Semua di antara kita diqabul oleh Allah SWT. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib Dr. Mustafa bin Abdul Wahab Al-Khaddar dan Tuan Guru Ustaz Hatta Samsul Arifin bin Haji Abdul Rahim di atas tausiah itu tadi. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, majlis seterusnya, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akan diterjemahkan sekali lagi oleh Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Hatta Samsul Arifin bin Haji Abdul Rahim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Allahumma salli alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات في هذا المجلس المبارك، في هذه الجلسة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وأن يقبلنا على ما فينا، آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يبارك أيضا في حبايبنا الحاضرين، على رأسهم حبيبنا الحبيب عبد الرحمن العطاس، حبيبنا مصطفى الدكتور مصطفى، الشيخ عبد الله جحاف، سيد أرشد، جميع الأساتذة والمشايخ. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا، وأن يجعل هذا الاجتماع نفعا لنا، وأن يجعلنا إن شاء الله نخرج من هذا المجلس، من هذا الاجتماع بفائدة عظيمة وبنيات صالحة، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, kekasih Tuhan semesta alam. Juga ke atas selawat ke atas sahabat dan para keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh keberkahan ini, Allah himpunkan kita dalam jalsa yang penuh berkah, dan di hadapan para habaib Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Mustafa dan Syekh Abdullah Jahaf dan Said Arshid,
dan seluruh ahli jawatan kuasa surau yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua di antara kita dan Allah merezekikan kita an-nafa', kemanfaatan di dalam menghadiri majlis ini, dan kita pulang membawa faedah yang azim, faedah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan Allah menerima diri kita seadanya walaupun kita penuh dengan dosa dan noda, Allah tetap menerima semua di antara kita. Amin. والحمد لله قادم علينا شهر مبارك، شهر عظيم نستقبله بهمم عالية إن شاء الله، بنيات صالحة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نستشعر أنه كلما يأتي عام ويأتي رمضان هو يمر من أعمارنا ولن يعود. كلما يأتي رمضان هو من عمرك، فاستغل هذا الوقت في طاعة الله. انوي النيات الصالحة بأن يمضي هذا الشهر إن شاء الله وقد فعلت وعملت من الصالحات ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk memasang niat-niat yang baik dan himmah yang semangat di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Di samping itu hadirin hadirat, hendaklah kita setiap kali datang bulan Ramadan ini kita menyadari dan merasakan bila datang Ramadan demi Ramadan itu menandakan bahawasanya umur kita semakin berkurang. Bukan maknanya dah jumpa Ramadan akan datang ni kita akan panjang umur lagi, tidak. Maknanya umur kita semakin berkurang. Karena itu bila datang Ramadan, oh makna umur aku dah makin pendek. Persiapkan diri kamu. Manfaatkan sehabis mungkin usia yang tersisa dengan kita memperbanyak bertakwa kepada Allah. Dengan himmah semangat yang kuat menjulang-julang dan niat-niat yang baik. Dan kita pasang niat mudah-mudahan Ramadan ini saya akan mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ورمضان يزداد فيه رزق المؤمن، الرزق الحسي والمعنوي. ما يأتي رمضان إلا إن شاء الله وقضى الله حاجات كثير من المؤمنين، كثير من المسلمين. ولكن إن شاء الله يمضي هذا الشهر ويأتي هذا الشهر ويمضي وقد عملنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بحفظ هذا اللسان. فكم من أناس يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويعملون الصالحات من صدقات وغير ذلك، لكن قد يضيع جميع الحسنات بسبب هذا اللسان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kita sepatutnya seronok apabila didatangi Ramadan. Jangan rasa risau, jangan rasa sedih, jangan rasa stres bulan Ramadan nak datang, takut puasa musim panas ke apa, jangan. Kita perlu bergembira kerana bulan Ramadan datang, kata Rasulullah, yazdad fihi rizqul mu'min. Rezeki orang mukmin akan ditambahkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bukan hanya rezeki iman, bukan hanya rezeki pahala berlipat ganda, bahkan rezeki hissi, rezeki fulus, duit pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak kata Habib Mustafa tadi, kata guru kita, ada orang 3 kali ganda, 4 kali ganda dia punya keuntungan pada bulan Ramadan. Karena itu hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kita seronok dengan datangnya Ramadan ini dan kita pasang niat mudah-mudahan dapat beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Ada orang hadirin hadirat, bila datang Ramadan dulu malas baca Quran, rajin baca Quran. Dulu malas sembahyang sunat, rajin sembahyang sunat. Alhamdulillah, sangat bagus. Itu rezeki iman, rezeki ibadah, rezeki pahala. Tetapi hadirin hadirat, yang mulia Habib kita Habib Muhammad bin Syekh Bakar memberikan peringatan. Walaupun kita dituntut memperbanyak ibadah-ibadah, tapi yang lebih penting lagi, ini jaga mulut kita ini. Lisan kita ini jaga. Kalau zaman sekarang handphone, komentar-komentar sebagai netizen, jaga tangan-tangan kamu, jari-jari kamu daripada melontarkan komen-komen yang tidak meredakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana orang ini walaupun ibadahnya banyak, ngaji Qurannya banyak, tahajudnya banyak, tapi gara-gara tidak menjaga lidahnya, gara-gara tidak menjaga jarinya daripada membicarakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, akan lenyaplah pahala-pahalanya yang banyak itu. روى الإمام البخاري فيما يرويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الخطاب النبوي؟ ليس معنى أن الله بحاجة حتى لعبادة المؤمن وإن لم يدع قول الزور، وإن ترك قول الزور ترك العمل به. الله ليس بحاجة للعبادة، ولكن يقول أهل الحديث أن معنى ذلك هو تهديد من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل عمل
الصائم إذا كان في أثناء صومه يقوم بقول الزور أو العمل به، نسأل الله السلامة والعافية. Amin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka walaupun dia berpuasa, Allah tak berhajat ketika dia meninggalkan makan, ketika dia meninggalkan minumnya. Walaupun dia berpuasa, tak makan, tak minum, curi-curi makan pun tidak, curi-curi minum pun tidak, Allah tak berhajat kepada itu, kerana dia tidak meninggalkan berbicara dusta. Hadirin hadirat, kata para ulama, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, hadirin hadirat, Allah kan tidak pernah berhajat kepada amalan-amalan kita. Dalam hadis ini, kalau engkau masih bercakap bohong, kau punya puasa, Allah tak berhajat pun. Bukanlah maknanya kalau engkau bercakap jujur, kau tinggalkan kata-kata dusta dan kau berpuasa, Allah berhajat. Tidak, Allah tetap tidak pernah berhajat kepada kita. Tetapi maksud hadis ini adalah orang sehebat apapun puasanya, sehebat apapun amalannya, tetapi kalau lisannya masih suka membohong, perbuatannya suka membohong orang, maka tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذا نجد أن في الحديث بدأ بقول الزور، وهو كما يقول أهل الحديث هو الكلام الحرام من غيبة، من نميمة، من شهادة زور وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. Jadi hadirin hadirat, dalam hadis ini awal-awal Nabi bagi peringatan apa dia untuk orang yang berpuasa. Ini lisan jaga ni. Jangan berbicara dengan kata-kata zur. Termasuk kata-kata zur itu bukan hanya bercakap bohong, tetapi mengumpat, mengadu domba dan lain-lain. Maka ini sangat perlu untuk kita jaga pada bulan Ramadan supaya Allah terima semua amalan-amalan kita. والعمل به هي الأعمال المحرمة. إذا عمل الإنسان بجوارحه ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يقبل الله منك الصوم فعليك أن تحافظ أولا على لسانك، فلا تدعها في قول الزور من غيبة ونميمة وسب وشتم ولعن وغير ذلك. وأيضا حافظ على جوارحك، فلا تنظر إلى الحرام، ولا تتكلم ولا تسمع الحرام، ولا تأخذ مال أحد، ولا تعمل من أي المحرمات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. آمين. ونسأل سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا، آمين. وأن ينظر إلينا وإليكم جميعا بنظر رحمته، وأن لا نخرج من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. آمين. وأن الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان، آمين. ويعيننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن. آمين. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Jadi sangat penting apabila kita berada dalam bulan Ramadan, di samping perbanyak baca Quran, perbanyak sembahyang tarawih, perbanyak ngaji Quran dan lain-lain, sedekah, yang lebih penting lagi adalah kita menjaga lidah kita daripada membicarakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Membohong, mengumpat, memaki orang, mencaci orang, mengadu domba orang, api-apikan orang dan lain-lain. Wal amal bihi, kata Rasulullah. Dan juga kita wajib menjaga diri kita daripada beramal, melakukan amalan-amalan yang Allah haramkan. Jadi tak cukup puasa itu hanya dengan kita berlapar dan berdahaga saja, tapi kita wajib jaga mata kita jangan bermaksiat. Jaga tubuh badan kita jangan bermaksiat. Cukup-cukuplah tuan-tuan, kita ni sepanjang tahun maksiat sama Allah. Sepanjang tahun mata kita tak ada breaknya nak tengok benda-benda yang Allah haramkan. Kalau tengok orang kita pandang selek je orang, kita pandang hina je orang, macam diri kita ni baik sangat macam malaikat. Sepanjang tahun tu perangai kita, cukup-cukuplah setahun tuan-tuan. Ini cut mata kita, cut tubuh badan kita. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rezekikan semua di antara kita dapat menjaga tubuh badan kita, hati kita semua daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua di antara kita keluar daripada majlis ini melainkan semua dosa-dosa kita telah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan kita panjang umur, walaupun hanya tinggal 3 hari, tak yakin lagi kita boleh jumpa atau tidak Ramadan ini. Tapi kita mengemis kepada Allah, yuballighna Ramadan. Semua di antara kita dapat berjumpa dengan Ramadan dan menyambut Ramadan seperti mana para sahabat dan para anbiya menyambut Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Tuan Guru kita Ustaz Haji Muhammad Hatta bin Samsul Arifin, Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta Samsul Arifin bin Haji Abdul Rahim
di atas tausiah itu tadi. Ya. Yang terakhir, marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jahaf Al-Yamani. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin as-sabiq al-khalq nuruh wa rahmatu lil alamin dhuhuruh adada man madha min khalqika wa man baqi ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم مثل ذلك وعلينا معهم وفيهم كذلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sebaik-baik tahmid kepada Allah, syukur kepada Allah dan sebaik-baik syukur kepadanya. Dengan taufik dan hidayah dan inayah Allah dapat berkumpul di dalam majlis ini semata-mata kerana Allah, semata-mata mencari keridaan Allah, semata-mata nak menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang sudah diniatkan dikabulkan oleh Allah, yang sudah didoakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah didengari mudah-mudahan dapat beramal dengan insya-Allah taala. Amin, Allahumma amin. Dan apa yang kita sudah dengar saya rasa dah cukup jika kita beramal dengannya insya-Allah. Yang disampaikan oleh para doktor-doktor, masya-Allah, orang yang punya sanad muttasil hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam ilmu bidang dunia ataupun bidang ilmu bidang syariat, masya-Allah, dan yang diterjemahan dengan masya-Allah lisan yang fasih dan dengan kata-kata yang sempurna, tak tinggalkan satu kalimah daripada apa yang disampaikan oleh habaib tadi, masya-Allah. Ustaz Hatta, inilah mutarjim yang terbaik buat saya di Malaysia yang saya jumpa, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya-Allah saya undah malu nak sampaikan apa-apa kepada tuan-tuan, puan-puan, supaya ambil berkat daripada majlis ini. Kita akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan kepada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rasa gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, hari-hari yang boleh dikira ayyam ma'dudat. Ayyam ini dalam bahasa Arab atas wazn af'al. Af'al ini dipanggil waznul qillah. Qillah, jam'a qillah, boleh dikira. Kalau boleh dikira dalam bahasa Arab maknanya terlalu sedikit. Sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tadi kita dengar hadis Wathilah bin Al-Asqa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhuf Nabi Ibrahim, Taurah dan Injil dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Menunjuk kepada kemuliaannya. Sambutlah bulan Ramadan insya-Allah taala dengan azm yang kuat, dengan niat yang betul, dengan himmah yang luar biasa untuk menyempurnakan setiap saat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada kalangan orang yang dapat maghfirah Allah di dalam bulan Ramadan, daripada kalangan orang yang dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadri insya-Allah, daripada kalangan orang yang melihara qiyamul lail tarawih daripada hari pertama hingga hari terakhir insya-Allah, daripada kalangan mereka yang melihara sahur pada setiap hari insya-Allah, tadarus Al-Quran pada setiap hari insya-Allah taala, sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah dengan bersiwak sebelumnya dijaga juga insya-Allah, lidah kita dan seluruh anggota badan kita dijaga oleh Allah. Para hadirin dan hadirat diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan inayah, hidup dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, masuk syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Barik fil hadirin wal hadirat واصلح شؤون الحاضرين والحاضرات. اللهم ثبتنا وإياهم أكمل ثبات وأدخلنا في دوائر أهل الإخبات واصرف عنا وعنهم جميع البلاء والوباء والمصائب والعاهات والآفات. بارك اللهم لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا كريم يا منان، وأطل أعمارنا في عافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan jazakumullah khair jaza diucapkan kepada semua yang jayakan program pada malam ini, yang infakkan hartanya, yang infakkan waktunya, yang infakkan khidmahnya. Mudah-mudahan asbab untuk meluaskan rezeki mereka secara zahir dan batin. Walhamdulillahi rabbil alamin. رمضان تجلى وابتسما
طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات في دنيا النفس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط فعسى من عفو الله عطاء لدنيا النفس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح في دنيا النفس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا
مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من هو وتدنو مننا علوى نشاهدها بهذا الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار فيا ريح صباه بي خذي قولي إلى حبي وبت عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله فاجعلنا من الأخيار رب فاجعلنا من الأخيار رب فاجعلنا من الأخيار آمين آمين يا الله آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Syekh Abdullah Al-Jahaf Al-Yamani di atas sedikit tausiah yang disampaikan, dan terima kasih juga diucapkan kepada Syekh Arsyid bin Said Yasin di atas bacaan qasidah sebentar tadi. Majlis seterusnya dengan segala hormatnya menjemput diminta kepada semua
peserta-peserta pertandingan azan dan hafazan sila berada di ruangan tengah solat insya-Allah. Majlis seterusnya menjemput Abi Abdul Rahman Al-Atas untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واسترنا غضا بزمرته واستعمل ألسنتنا بمده ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه جنة فإنه أول ما يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائك فترحمها. اللهم ارزقنا زيارتهم في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارتهم في كل سنة. اللهم ارزقنا زيادهم في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدراسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب واسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان رحمهم الله وعنه القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا زلنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا زلنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ونعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وإحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفتنا فتوفنا غير مفتون ولا محذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم ارزقنا بحوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ننبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولمعادنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أدرى هذا الخير في هذه الليلة المباركة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis seterusnya diteruskan dengan majlis penyampaian cedera hati kepada pemenang pertandingan hafazan bagi umur 13 sehingga 15 tahun bagi lelaki. Penyampaian sijil penyertaan
pertandingan hafazan bagi umur 10 sehingga 12 tahun lelaki. Majlis yang seluruh hormatnya menjemput yang berbahagia Habib Dr. Mustafa bin Abdul Wahab Al-Hadar untuk menyampaikan cenderamata insya-Allah. Menjemput Adik Ahmad Aliuddin bin Muhammad Al-Amin. Seterusnya jemput Adik Muhammad Al-Masudi bin Nur Mustafa. Seterusnya Adik Muhammad Afan Ramadan bin Muhammad Syawal. Muhammad Al-Masudi. Dijemput sekali lagi Adik Ahmad Aliuddin bin Muhammad Al-Amin. Seterusnya Adik Muhammad Al-Masudi bin Nur Mustafa. Seterusnya Adik Muhammad Afan Ramadan bin Muhammad Syawal. Terakhir Adik Muhammad Abbas bin Muhammad Yusri. Adik Muhammad Abbas bin Muhammad Yusri. Majlis seterusnya Cucu. Oh, cucu ke? Masya-Allah. Azan tertua. Bagi pemenang pertandingan hafazan bagi umur 10 sehingga 12 tahun lelaki, tempat ketiga dijemput Muhammad Abbas bin Muhammad Syawal. Muhammad Abbas bin Muhammad Syawal, tempat ketiga. Hafazan. Apa? Tiga. Naib Johan dipersilakan Adik Muhammad Al-Marzuki bin Nur Mustafa. Johan jatuh kepada Adik Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Khairi. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Habib Dr. Mustafa di atas penyampaian cenderamata itu tadi.